امام عاشور والنادي الاهلي. النادي الاهلي مدد عقد امام عاشور لحد 2030. هو ده حب النادي الاهلي وحب الكيان. امام عاشور هيبقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي. امام عاشور جاله عروض من كل حته، هو قال لك هختم حياتي في النادي الاهلي. وزي ما انتم شايفين النادي الاهلي لما جاب حمدي فتحي في كاس العالم للانديه ما فعلش بند الشراء بتاعه عشان عنده في نص الملعب اجمد منه. امام عاشور خلاص بينهي مسيرته في النادي الاهلي، هو اللي بيقول كده، مش احنا اللي طالعين نقول، لا، هو بيقول لك انا هختم حياتي في النادي الاهلي. النادي الاهلي عشق، الكيان صعب على اي حد يحلم بيه، الكيان صعب على اي حد يبقى موجود فيه. عشان كده امام عاشور قال لك انا محظوظ اللي اتواجدت في النادي الاهلي في الفتره دي. انا عاشق للكيان وعاشق للنادي الاهلي. الف مليون مبروك يا امه، وكل جمهور النادي الاهلي في ظهرك، وان شاء الله تعود من الاصابه وترجع احسن من النادي، احسن من الاول، وتكون افضل من الاول، وتنجح وتخطف هداف الدوري تاني عشان تجنن الناس اللي احنا عارفينهم، وتجنن اي حد بيكره امام عاشور. كل الدعم لامام عاشور الفتره اللي جايه.